يجب على المرء أن يفرق بين أهل البدع وأهل السنة، أن يفرق بين العلماء وممن تشبه بالعلماء وليس منه. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن تفرق بين العالم ومن تشبه بالعالم وليس من العلماء، لأنهم صاروا كثر في زماننا، لأنهم كثروا في زماننا لا كثرهم الله. خرجوا على الناس يلبسون زي أهل العلم ولكنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون عليهم الحلال. من أجابهم قذفوه في نار جهنم، ومن عصاهم صار من الناجين. هؤلاء من قطاع الطريق الذين يجلسون بين الناس وبين الجنة، يجلسون بين الناس وبين طريق الحق. من أجابهم ذهب إلى نار جهنم، ومن عصاهم ذهب إلى جنة الله. لذلك كان من الواجب أن يفرق المرء بين العلماء وبين من تزيى بزيهم وليس منهم، ويعلم ذلك بالنظر في الكتاب والسنة. من وافق الكتاب والسنة هذا هو العالم، ومن خالف الكتاب والسنة هذا هو الضال المضل الجاهل. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي، من تمسك بهما صار من الناجين، ومن أعرض عنهما صار من الهالكين.